وضربة الجزاء والمواجهة الصريحة ما بين حسين ومحمد رضا. ومحمد رضا وحسين. محمد رضا يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد، حطها له لف الجاتوه. والهدف الاول لمصلحة فرسان ديكيرنس. احرز الهدف محمد رضا من ضربة جزاء صحيحة مليون في المية. كابتن سامح العربي المدير الفني لفريق ديكيرنس، اولا مبروك الفوز، فوز صعب في اول بداية مشوارك النهارده، شيء مبشر، لكن فريق ديكيرنس اضاع كتير قوي الشوط الثاني يا كابتن. اولا الحمد لله على ال3 نقط، دول اهم حاجه احنا كنا شغالين عليها في اعتقد فتره زمنيه بسيطه جدا. احنا لينا 4 تدريبات بس مع الفرقه. كنا بنبحث عن الفوز ب3 نقاط عشان نعدل وضع الفريق في الجدول. الحمد لله النهارده المباراه معروف ان هي ديربي، ومباراه مش سهله في وضع بني عبيد في المركز اللي في الجدول، لانهم هم في مركز متاخر. اعتقد ان احنا عملنا جيم كويس، انا راضي عنه في الوقت اللي احنا اشتغلناه البسيط ده. هنشتغل وهنعالج كل المشاكل الموجوده ان شاء الله الفتره اللي جايه. اتاحت لنا فرص كتيره جدا، طبعا كان ممكن تبقى النتيجه غير كده خالص، وكان ممكن المباراه تنتهي من بدري من الشوط الاولاني ويبقى في هدوء اكتر من كده، لكن اهم حاجه ان الحمد لله اخذنا 3 نقط. بشكر الجهاز الفني واللاعبين والاداره طبعا، لان من اول يوم ما احنا ما جينا واحنا حسينا بحاله فيها مسانده كبيره من الاداره ومن الجهاز الفني كله كشغل، واللاعبين اعتقد انا راضي تماما عن ادائهم، وشايف ان شاء الله دي بدايه، وان شاء الله احنا هيكون في مستوى افضل من كده باذن الله. عبد المنعم حسين لاعب نادي ديكيرنس، مبروك الفوز، فوز صعب ومباراه قويه، ديربي منطقه الدهليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على المكسب. مكسب طبعا مهم جدا في وقت صعب، يعني مع حصل لنا ضربات كتير من اول الدوري. معانا جهاز جديد بصراحه، من اول يوم هو بيشتغل بشكل كويس جدا، بيساعدنا كتير جدا، واحنا كنا محتاجين المكسب اكتر من الاداء. يعني الناس يعني بعتذر على الناس، يعني الناس عايزه مكسب واداء، لكن الوقت اللي احنا عايزين مكسب. احنا ضيعنا ماتشات كتير، بنبدا اداء كويس وبنوصل لجون كتير، لكن ما كانش فيه توفيق. الحمد لله اهم حاجه النهارده توفيق، يعني الفرص اللي رحنا عليها جبناها الحمد لله، وان شاء الله يعني اللي جاي احسن مع الجهاز، مع الكابتن، مع الجهاز كله، وان شاء الله يبقى في تحسن الفتره الجايه، وباذن الله نكون نفنش الدوري ونكون اول ان شاء الله.